صلى الله عليه وسلم. نزلت فيديو قبل كده وقلت لكم ان القطط مش مخليه لنا حاجه. عايزه اقول لكم حاجه، اللي هو قال لي يا ام عمر ان اذيتيهم ولا عملتي لهم حاجه، ده ان هي القطه قبل يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم قعدت على العبايه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، فانا خصمك يوم القيامه او مش عارف ده عليا او حاجه زي كده في الكومنت، يعني المهم في تعليق. المهم ادي المنظر انتوا شايفينه، صلوا على النبي. يعني الكتكوت من ده ب65 جنيه اقل حاجه. مش اول مره يعملوا كده. شايفه دي حمامه في رجول تاني بتاعت تاني قبل كده واكلينهم. بص يعني المنظر انتوا شايفينه ده. القطط عامله فينا كده هويتي علشان مش متخاف. يعني بص ممكن تيجي تقولي للقطه بس ولا حاجه زي كده، بص قاعدين وسط الفراخ، فاما يهجموا عليك يبقى عايزين ياكلوك. هات تاني شايفينها بصي. فالمهم احنا اياها كنا جايبين، كنت جايبه ب1500 فراخ ماشي، ما احط كل اسبوع 50 جنيه اللي ادوه لربنا يعني. فراحوا اياها ما خلوش ولا واحده، شايفين. وباد جوزي كانوا جايبين 30 واحده، خلوا لهم 10 الحمد لله، والعشرة اللي هم نفدوا يعني وما نعرفش عاد ممكن ياكلوهم. بص دي بتاعت الحمامه. وقبل كده واكلين البط واكلين الارانب واكلين الفروج. فيعني لو حد اللي هو ما يقول لي مالكيش دعوه يا عمر بيهم ولا تاذيهم ولا تيجي عندهم، يقول لي دلوقتي انا اتصرف ازاي، احوش فراخي وحمامي.